السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. اللهم امين يا رب العالمين. اخونا فوزي، تحياتنا ليك ولكل الاخوان في تونس. اللهم امين يا رب. الله يبارك في عمرك. ليك سؤال هنا بتقول ما هو اكبر عدد من براويز الحضنة يمكن ان تكون متواجدة في الخلية عند ذروة النشاط؟ وهل استعمال مصيدة حبوب اللقاح طول الموسم يزيد من انتاج العسل ويقلل من امكانية التطريد، وبالتالي يغنينا عن المراقبة الدورية للخلايا؟ طبعا انت بتتكلم انك انت تقصد استخدام مصيدة حبوب اللقاح في وقت الفيض بتاع موسم العسل. اخويا فوز، الله يبارك فيك. اول شيء، عدد البراويز اللي هي نقدر نقول متواجدة من الحضنة وقت موسم النشاط عددها قد ايه؟ يختلف ازاي؟ الله يبارك في عمرك. خلينا نقول مثلا عندي خلية 10 براويز او 10 اطارات، تمام؟ ممكن يكون تقريبا فيها حوالي 6 براويز حضنة، 7 براويز حضنة، 8 براويز حضنة. طب الاختلاف او اختلاف براويز الحضنة في الخلايا يختلف بايه؟ اولا، مهارة النحال. خلي بالك، مهارة النحال هي اللي تخلي الخلية صح الجيش بكمية حضنة وكمية جيش من النحل، ولا أعداد حضنة بسيطة. تمام؟ هديك مثال بسيط أوي. لو أنا عندي خلية 8 براويز، تمام؟ ما شاء الله تبارك الله، ربما يكون عندي في الخلية 8 براويز دي 6 براويز من الحضنة، والأخ فوزي عنده خلية 8 براويز فيها 4 براويز حضنة بس، وعندنا نفس النشاط في النحل ونفس السلالة بتاعت النحل. الاختلاف فين؟ الاختلاف ان الاخ فوزي، تمام، بيدي تغذية سكرية ازيد من اللازم، بالتالي النحل بياخد احتياجه والباقي بيخزنه. فالتخزين بتاع التغذية السكرية دي جه على حساب الحضنة. تمام؟ هنا الفرق ما بين نحال ونحال اخر. تمام؟ انما ان انا اديك عدد براويز تقريبي يكون موجود في الخلايا وقت النشاط او وقت الذروة من النشاط في وقت وجود مرعى حبوب لقاح بامتياز، صعب. النحال هو اللي بيقدر يحدد. تمام؟ لان خلي بالك، للاسف الشديد اخوة كتير بيفهموا مفهوم تقديم التغذية السكرية ده مفهوم غلط. تمام؟ ودي كارثة. يجي وقت ما بيكون بيجيش النحل يقوم مدي الخلايا باللتر تغذية، بالاتنين لتر تغذية. تمام؟ تيجي تبص تلاقي النحل، الله يبارك في عمرك، غذى الحضن اللي عنده وغذى اليرقات والباقي خزنه. تبص تلاقي برواز واثنين وثلاثة من عسل التغذية، بيضيق على الملكة. النحال بيضيق على الملكة، بالتالي ده كله خلي بالك في النهاية بيكون مشكلة. تمام؟ دي أول جزئية، الله يبارك في عمرك، من السؤال بتاعك. الأمر الآخر، بتتكلم باستخدام مصائد حبوب اللقاح مع فترة النشاط باستمرار أو فترة الموسم بتاع العسل، هل يقلل من التطريد؟ نعم، هو يقلل من التطريد، ولكن ما يغنيش عن الفحص. تمام؟ في فرق. يقلل من التطريد، نعم. ليه؟ لأنه مصيدة بتحجز كمية حبوب لقاح ما تخشش الخلية، والنحال بيستفيد منها، سواء هيبيعها، تمام، سواء مثلا يعينها وقت الاحتياج لما يكون في شح يعمل بيها بدائل من العجائن البروتينية. تمام؟ مفيش مشكلة. انما ان هي تمنع التطريد نهائي، لا، هي تقلل ولكن ما تمنعش. لان خلي بالك، مصيدة حبوب اللقاح ممكن تسمح بمرور 20% 30% من حبوب اللقاح داخل الخلية. تمام؟ هي مش بتوقف اي حبة لقاح في المصيدة، لا، هي بتخلي جزء بيمر في الداخل، لان لازم جزء يمر على اساس برضو الملكة تخليها شغالة في وتيرة وضع البيض. تمام؟ وتيرة وضع البيض يكون شغالة. تمام؟ تاني شيء، النحل اللي هيخرج حديث الفأس، تمام، محتاج برضو كمية من خبز النحل اللي النحل اصلا جابها من الخارج من حبوب اللقاح وعجنها مع العسل، وبالتالي بقت خبز نحل في الداخل. محتاج كمية منها من الداخل النحل الصغير ده يتغذى عليها عشان تقوي المناعة بتاعته. تمام؟ فبالتالي المصيدة بتكون مخصصة او مصممة ان هي تحجز مثلا 70% وتدخل 30% داخل الخلية. تمام؟ فالله يبارك في عمرك، هي تقلل من التطريد، وفي نفس الوقت لابد ان النحال زي ما انا قلت لك في البداية الفحص الدوري يكون شغال وقت الذروة.
وقت ذروة النشاط لازم النحال يفحص الخلايا باستمرار كل 6 أيام. خلي بالك مش معضلة صعبة. تمام. ده بس حتى يكون العلم عندك. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. بتقول طبعا بتزيد من إنتاجية العسل. نعم، لأن خلي بالك أنا لما هقلل كمية حبوب اللقاح اللي داخل الخلية بالتالي هخلي الملكة تعمل في وضع البيض بكمية بسيطة، بالتالي أنا هستفيد. تمام. تاني شيء لابد نحط في الاعتبار تمام الحاجز الملكي. عندك موسم فيض مثلا في تونس، سواء موسم الحمضيات، موسم السدر، أي موسم عسل موجود عندك في تونس. تمام. وموجود في الموسم بتاع العسل دوت مرعى في حبوب لقاح، لازم تتدخل بحاجز ملكي. تمام. لأن خلي بالك مواسم الفيض، معظم المواسم الفيض أو مواسم العسل في الوطن العربي مواسم قصيرة، ممكن مثلا في حدود 30 يوم 25 يوم، إن زادت بتبقى 35 يوم. تمام. ممكن قلة قليلة إن الموسم يكون ممتد عنده 60 يوم، إلا يعني ممكن نادر. تمام. أتوقع ممكن في لبنان أخونا كان تكلم إن عنده الموسم بيستمر 3 شهور، نسأل الله يا رب التوفيق لي. فأنا أتكلم إن المواسم الطويلة نادر. تمام. فبالتالي أنت تستخدم حاجز ملكي. خلية الله يبارك في عمرك عندك على 10 براويز 8 براويز ركب حاجز ملكي على بروازين. خلية عندك على طابقين ما شاء الله مثلا 15 برواز 20 برواز، يعني في عسلة وطابق تربية. تمام. في الحالة ديت الله يبارك في عمرك نقدر نقول مثلا تركب ايه حاجز ملكي ما بين طابق التربية والعسلة عشان تقدر تستفيد. تمام. الله يبارك في عمرك. اتوقع ان انا غطيت سؤالك ان ما كنتش انا مخطئ. نسأل الله يا رب التيسير ليك. ارجع اعيد بس على جملة واحدة لابد ان انا اكد عليك فيها، او سواء الاخوان ان شاء الله اللي هيستمعوا للاجابة ديت لعل الجميع يستفيد، وهي ان مصايد حبوب اللقاح تمام ما بتمنعش التطريد ولكن بتقلل منه، وده ما يغنيش عن الفحص الدوري كل 6 ايام وقت نشاط طبعا النحل. تمام. الله ييسر لك الحال. تحياتنا ليك والاخوان في تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة أخوي عبد الرحمن. الله يبارك في عمرك. تحياتنا ليك طبعا ولكل الإخوان في الجزائر. الله يبارك في عمرك. بتسأل سؤال بتقول لدينا في الجزائر تدني في درجات الحرارة ما بين 20 وال22 درجة وأقل من ذلك. بتقول هل يجمع النحل الرحيق؟ وما هي درجات الحرارة التي يجمع فيها النحل الرحيق؟ أخوي عبد الرحمن الله يبارك فيك، تختلف. خلي بالك أتمنى تركز معي. تختلف درجات الحرارة من مرعى لمرعى آخر في نقدر نقول جمع النحل للرحيق أو العسل. تمام. يعني عندنا في مصر أنا اتكلمت في الكلام ده ذكرته كذا مرة، أكتر من مرة ذكرته. عندنا البرسيم محتاج درجات حرارة مرتفعة ما بين 38 درجة 40 درجة علشان يفرز الرحيق. تمام. في أشجار أخرى في المملكة العربية السعودية زي الطلح تمام بيحتاج برضو كذلك درجات حرارة مرتفعة. تمام. نقدر نقول برضو ما بين 35 درجة إلى 40 وال 42 درجة مئوية. تمام. واحد بيستمع لينا يقول مثلا ده بيأثر على النحل أو بيأثر على الأزهار. لا، أنا أتكلم هي الأشجار ديت أو النباتات دي الظروف بتاعتها ما بتفرز الرحيق إلا مع درجات حرارة مرتفعة. تمام. في نباتات أخرى بتتأثر بدرجات الحرارة، بمعنى لو درجة الحرارة ارتفعت ل 35 تلاقي الأزهار بتجف، يحصل لها جفاف. تمام. في بعض الأزهار بتفرز نقدر نقول رحيق مع درجات حرارة معتدلة 27 درجة 30 درجة. تمام. زي مثلا أزهار الحمضيات أو الموالح بتحتاج نقدر نقول درجات حرارة معتدلة. تمام. اللي أنا أقدر أفيدك فيه طبعا أنا معرفش المرعى عندك إيه اللي في الجزائر أو اللي أنت بتتحدث عنه إيه، فعشان كده مش هقدر أفيدك بصورة صحيحة لأنك أنت ما ذكرتش المرعى اللي موجود عندك. ولكن أنا هنصحك نصيحة، وهو أولا درجة الحرارة اللي أنت بتتكلم عليها دي اللي هي من 20 ل 22 درجة، هل النحل، خلي بالك من الكلام اللي أنا أتكلمه، هل النحل عنده القدرة على الخروج من الخلايا والسروح ولا لأ؟ دي رقم واحد. تمام. لو النحل عنده القدرة ان هو يخرج ويسرح يبقى كويس. تمام. تاني شيء، هل النحل لما بيخرج يسرح قوة السروح بتاعته قوية؟ تمام. وبالتالي ما شاء الله في حركة
حركة ذهاب وعودة من النحل، لو في حركة ذهاب وعودة وحركة صروح النحل القوية، نيجي هنا بقى احنا كرجل نحال للخطوة الأهم، وهي أفحص الخلية وأشوف داخل الخلية تمام كمية جمع النحل للرحيق قد إيه. دي اللي تقدر تحدد لي بقى إن النحل هل بيتأثر بدرجات الحرارة من 22 ل 20 درجة، وهل مثلا لما درجة الحرارة بتوصل مثلا وقت أذان الظهر أو وقت أذان العصر ترتفع شوية توصل ل 25 درجة، صروح النحل بيزيد أكتر وجمعه مثلا للرحيق بيزيد أكتر ولا لأ؟ تمام؟ لأن دي كلها نقدر نقول عوامل. الله يبارك فيك. خلي بالك أخويا عبد الرحمن، لو فيه مثلا هواء أو رياح تمام أو أمطار تمام، ده كله بيقدر يعني تقدر تقول بيعمل إعاقة لصروح النحل، بيمنع النحل من الخروج. تمام. فهي ظروف كتير خلي بالك ممكن تمنع النحل ان هو يمنع من الصروح او يجيب كميات من الرحيق كميه ضعيفه. تمام. اللي انا اقدر افيدك بيه زي ما انا قلت لك، اتمنى طبعا تذكر لي اسم المرعى اللي انت نازل عليه في الجزائر. تمام. طبعا اتوقع نزل عندكم بعض الامطار ما شاء الله في الايام السابقه، نسال الله يا رب تكون امطار خير ونعم عليكم يا رب، اللهم امين. بخصوص نزول الامطار اخويا عبد الرحمن، ساعات بتاثر على بعض الازهار تمام، وساعات بتكون خير على بعض الازهار الاخرى. تمام. انا هذكر لك بعض المراعي ممكن اللي تنزل عليها المطر بتفسد او بتخرب الازهار بتاعتها. تمام. مرعى السمر تمام او السمره، ده موجود في الخليج، اتوقع مش موجود في الجزائر، اتوقع والعلم عند الله. ده لما بيجي ينزل عليه الامطار بكميه كبيره، سبحان الله العظيم بيجي حاجه اسمها الدوده بتخرب كل الازهار بتاعه السمره. تمام. وسبحان الله ساعات برضو ياتي امطار ربنا بيجعل الامطار ديت ان هي تغسل، خلي بالك، تغسل الازهار بتاعه السمره وتخلي النحل يسرح سروح ممتاز، وبالتالي يجيب كميات من الرحيق ممتازه. تمام. فهي ساعات سبحان الله الامطار بتكون بشرة خير لبعض الازهار وبتخليها تكون في قمه الامتياز وسروح النحل والنحل يستفيد منها، وساعات بتخربها او بتدمرها. تمام. طبعا بتختلف الله يبارك فيك من زهرة برضو لزهرة اخر او من مرعى لمرعى اخر. تمام. فنسأل الله يا رب التيسير ليك وكل الاخوان في الجزائر، اللهم امين يا رب العالمين. السنة ديت والله صدقا اخويا عبد الرحمن يعني المناخ او الطقس بصفة عامة عامل مشاكل لبعض النحالين في الدول العربية، مش الجزائر فقط، صدقني، سواء الجزائر او مصر، حتى في بعض الاخوان في المملكة العربية السعودية اشتكوا برضو من بعض المراعي هناك، برضو قال ان مواسم العسل ما كانتش المرجو منها، ان النحال ما كانش منتظر منها الكمية الضعيفة من انتاجية العسل، ولكن الحمد لله على كل شيء. مشكور اخويا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم الحاج حسن، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. بخصوص الصورة اللي انت ارسلتها الله يبارك في عمرك، بتقول وجدتها في الخلايا، طبعا دي فراشة السمسم الله يبارك فيك. في اخ هنا رد اتوقع قال برضه فراشة السمسم. نعم دي فراشة السمسم، انا شاهدتها كتير جدا صراحة في جنوب المملكة العربية السعودية. دي فراشة السمسم بتيجي دايما في الاماكن اللي بيكون مزروع فيها مساحات كتيرة من السمسم ما شاء الله، بتخش الخلايا. طبعا الخلايا القوية تمام نقدر نقول بتسيطر على الفراشة دي، ما بتأثرش فيها، والفراشة دي ما بتسببش مشاكل. تمام. نقدر نقول في الخلايا الضعيفة ممكن تتملك، فراشة السمسم دي تتملك وتدخل الخلية. طبعا بيكون هدفها هي ما بتأذيش حضنة، ولكن هدفها ان هي نقدر نقول بتاخد كميات من العسل من البراويز، هي الغذاء بتاعها على العسل بمعنى اصح. تمام. ولكن سرعان ما شاء الله سبحان الله العظيم، يعني سرعان ما النحل جوه بيقوم بعملية مثلا القضاء عليها، تمام، بيكون حجمها في الغالب كبير زي ما احنا شايفين في الصورة. ساعات بيكون صعب على النحل ان هو يخرجها مرة اخرى من الخلية، فسبحان الله يقوم معقبرها داخل الخلية. ده شيء شفناه كتير بالخصوص في الخلايا الاجباح البلدية او الاعواد. طبعا دي موجودة عم الحاج الله يبارك في عمرك في السعودية وفي الخليج واليمن، دايما بتخش في الخلايا دي. تمام. وبيكون دايما مصيرها بعد ما تخش ما تعرفش تخرج، النحل يقضي عليها او يموتها ومن ثم يعقبرها داخل الخلية. تمام. فالله ييسر لك الحال يا رب. مشكور.